هو إزاي ثقتك بنفسك ممكن تغير حياتك حرفيا؟ لازم تعرف الأول إن الثقة مش حاجة بتتولد بيها، دي مهارة أنت بتكتسبها وبتشتغل عليها، وده لما تعرف وتفهم نفسك أكتر. الهدف من الفيديو ده إنه يساعدك إنك تاخد قراراتك بنفسك، تواجه تحديات الحياة وتتحرك ناحية الحياة اللي أنت عايزها من غير ما تكون بتتصنع شخصية عشان تعجب الناس. لما تكتسب مهارة الثقة هتبطل تحاول تبهر الناس، هتبدأ تصدق إنك كفاية وإنك تستاهل الأحسن دايما، وإن مفيش حاجة كتير عليك. ولما توصل للمرحلة دي حياتك هتتغير بسرعة البرق. طب هو الثقة دي أصلا عبارة عن إيه؟ الثقة هي إنك تكون مصدق إن ليك دور، وإن ليك قيمة كبيرة في الحياة، إن أنت تستاهل الحاجة اللي عايز توصلها، وتستاهل الحب وتستاهل النجاح وتستاهل راحة البال. تستاهل تقول اللي أنت عايز تقوله وتشارك اللي أنت عايز تشاركه من غير ما تكون خايف من رأي الناس فيك، ويكون الشعور ده مش مرتبط بإنجازاتك. يعني حتى لما تغلط ده مش بيقلل من قيمتك في عين نفسك، بالعكس أنت بتكمل ومش بتسيب نفسك للإحباط. وإنه حتى لو الدنيا ما مشيتش زي ما أنت عايز أو الدنيا بقت ملخبطة، أنت واثق إنك هتلاقي طريقة تصلح كل ده. حتى في الأوقات اللي بتكون فيها متوتر بتكمل وبتدور على حل. طب الثقة دي بتيجي إزاي؟ الثقة بتيجي من 3 حاجات. أول حاجة الخبرة، هتبدأ تثق في نفسك أكتر لما تعدي على مواقف صعبة وتفضل مكمل. كل حاجة اتعلمتها والمواقف الصعبة اللي مريت بيها دليل على إنك تقدر تعدي أي حاجة، ولو تفتكر كده ياما مواقف صعبة عدت عليك وإنت لسه مكمل. تاني حاجة التكرار، كل ما تكرر الحاجة كذا مرة كل ما بتعملها بحرفية أكتر وثقة أكتر. زي اللي بيتدرب على الرسم، اللي بيتدرب على الطبخ، كل ما بيكرر الحاجة دي أكتر كل ما بيبقى متمكن فيها أكتر. تالت حاجة وأهم حاجة هي التصالح مع النفس، التصالح مع كونك بشر. فأنت مش ملاك، عادي تغلط وتتعلم، عادي تدي لنفسك مساحة تجرب حاجات جديدة حتى لو غلطت، حتى لو القرار اللي خدته ده طلع غلط، ده ما يقللش من قيمتك أبدا. إزاي الثقة فعلا بتغير طريقة حياتك؟ ثقتك بنفسك أكيد بتأثر على كل قرار بتاخده، والناس اللي عندها ثقة عالية بتاخد القرار من غير تردد زيادة عن اللزوم، من غير تفكير زيادة عن اللزوم. مش بيقعدوا يفكروا طب فلان هيقول عليا إيه، طب ما ممكن تبوظ، طب ما ممكن ما تكملش. لا، مش بيعملوا كده، لأن الشخص الواثق مش بيجري ورا الكمال، متصالح مع فكرة إنه أخد القرار ده دلوقتي بمدى معرفته حاليا، وده ما يمنعش إنه لو بعد كده طلع القرار مش صح هيعرف يتعامل مع الوضع وهيصلح الدنيا عادي. كمان الثقة بتأثر على طريقة كلامك، يعني نبرة صوتك وانت واثق غير نبرة صوتك وانت مهزوز ومتوتر. لما تتكلم وانت واثق من نفسك انت مش بتحاول تثبت أي حاجة لأي حد، انت بتتكلم على طبيعتك وعلى راحتك، انت بتشارك رأيك وأفكارك من غير ما تحس بالإحراج، من غير ما تقعد تفكر مليون مرة طب هو شخصيتي حلوة كفاية، طب هي أفكاري حلوة كفاية. لا، انت بتشارك شغلك، بتشارك أفكارك من غير ما تتوتر من رأي الناس، لأن الهدف هو انك تعبر عن نفسك مش انك تبهر حد أصلا. وأيا كانت الظروف اللي انت فيها دلوقتي فانت كفاية، حلو كفاية وشاطر كفاية، محبوب كفاية. طب هو ايه علاقة الثقة بإنك تحقق أهدافك؟ لما تكون واثق من قيمتك وإنك تستاهل توصل وهتقدر توصل بتحاول، حتى لو عدت عليك لحظات خوف بتفضل مكمل، حتى لو الدنيا اتلخبطت معاك مش بتسيب نفسك للإحباط، بتفكر في حل. أصل كل اللي بيكون في دماغك وانت واثق إن انت تستاهل توصل وهتقدر توصل. الناس اللي عندها ثقة مش لازم تكون فكرتهم ولا غلطة، مش لازم يكون شغلهم ولا غلطة عشان يبدأوا، ولا بيقعدوا يقولوا أصل مستنيين الوقت المناسب، أصل مستنيين الفرصة المناسبة. لا، بيبدأوا بالإمكانيات اللي معاهم وهم مصدقين إنها فعلا هتترتب. وبجد معظم قصص النجاح اللي عدت عليا بيكون في دماغهم فكرة واحدة، إن أنا أستاهل أوصل وهحاول لحد ما أوصل. ثقة بحتة. الثقة كمان هتأثر على علاقاتك بالناس. لما تتحول من شخصية مهزوزة لشخصية واثقة بتلاقي نفسك بتجذب أشخاص ترتاح معاهم. ليه؟ لأنك خلاص على طبيعتك من غير خوف، من غير تصنع عشان تبهر حد، ومش خايف كمان تكون لوحدك، فبتجذب الأشخاص اللي هيحبوا طبيعتك واللي هتكون مرتاح معاهم أكتر ومبسوط معاهم أكتر. هو الإنسان عايز إيه أكتر من إنه يكون بيتعامل بطبيعته، مش بيحس بالإحراج ولا التوتر إنه بيتصرف كده، لا احترام وتقدير ونضج، أكيد هيكون مرتاح في الصداقة دي أو في العلاقة دي. كمان مع الثقة دي بتبدأ تحط حدود صحية، مش بتخلي حد يجي عليك ولا تحمل نفسك فوق طاقتك عشان فلان يكون مبسوط. لا، انت بتبقى مقدر قيمة صحتك ووقتك وراحتك، وبتحب تساعد عادي بس مش بتيجي على حساب نفسك. بتبقى واضح وصريح مع الناس عن ايه الحاجات اللي بتضايقك وبتقول رأيك بكل أريحية.
كمان بتجذب الأشخاص اللي بيحترموا حدودك، شغلك، وقتك وطاقتك، ويفرحوا ليك ويشجعوك تتحرك ناحية أهدافك، فبتعيش مرتاح أكتر. الثقة بتخليك عارف تدي مساحة لنفسك، مش بتخلي آراء الناس تأثر عليك ولا تحسسك إنك قليل. فلما تكون على طبيعتك وواثق منها، كل العلاقات السامة اللي في حياتك بتبدأ تنتهي، والناس الصح واللي بتحبك وتتمنى لك الخير بجد هي اللي بتفضل. فلما تتغير للشخصية دي بتبطل تداري في نفسك، تداري في طبيعتك، وبتخلي التواصل مع الناس أسهل، لأنك مش بتحاول تبهر حد، انت بس بتكون على طبيعتك وبتعبر عنها. كمان بعد ما تتغير من شخص مهزوز لشخص واثق، هتبطل تجري ورا رضا الناس، هتبطل تغير في قراراتك عشان تعجبهم، هتبطل تقارن نفسك باللي حواليك، هتبطل محاولاتك انك تكون نسخة من اللي حواليك عشان يحبوك وعشان خايف من الوحدة. هتبدأ تكون على طبيعتك وتبطل تجري ورا رأي الناس، فتعيش مرتاح أكتر ومبسوط أكتر. طب هو إيه اللي يدمر ثقتك في نفسك ويخليك شخص مهزوز؟ المقارنة مثلا، تقعد تقلب في السوشيال ميديا وتقارن حياتك بحياة فلان وفلان، وتنسى أصلا تركز على سعيك في إنك تبني حياتك وتحقق أهدافك، لأن دماغك مشغولة طول الوقت وفلان سبقني وفلان أحسن مني. فثقتك في نفسك تبدأ تقل وتحس إنك مهزوز، ويجي في دماغك أفكار سلبية إنك مش هتوصل، إنك مش كفاية. تاني حاجة بتدمر الثقة هي السعي ورا الكمال، وده اللي يخليك مش بتبدأ، أو بتبدأ ومش بتكمل، لأنك حاسس اللي قدمته ده مش كفاية، فهتفضل واقف مكانك مستني. حاجة كمان هي الأفكار السلبية اللي بتقعد تكررها في دماغك. لو قعدت تكرر في دماغك إن أنت فاشل، هتعيش فاشل، لأنك صدقت الفكرة من كتر ما عمال تكررها في دماغك، فبالتالي مش بتتحرك ولا بتسعى ناحية أي حاجة، فتفضل واقف مكانك. يعني باختصار، الأفكار اللي بتكررها في دماغك هي اللي بتأثر على أفعالك، وأفعالك بتشكل حياتك، فأفكارك هي اللي بتغير حياتك حرفيا. حاجة كمان بتهز ثقتك في نفسك هي المعتقدات القديمة اللي اتعلمتها من البيئة حواليك وانت صغير. يفضلوا يكرروا على دماغك كلام إنك ما ينفعش تغلط، فالوقت لما حاجة تبوظ منك تحس إنه خلاص كده قللت من قيمة نفسك، وبتخاف أصلا تغلط، فبتخاف تجرب حاجة جديدة وتخاف تحاول. وفكرة مثلا إنك لازم تعمل كذا عشان الناس ما تتكلمش عليك، وما تعملش كذا أصل الناس هتقول عليك إيه، فبدأت تدي لكل رأي فيك أهمية أكبر من حجمها. بقيت ماشي على هوا الناس، حتى لو حد قالك رأي سلبي بتقعد تفكر فيه كتير كأنه حقيقة. ده في الأول والآخر رأي، غالبا كمان جاي من شخص عايز يشوف فيك عيوب، عايز يحبطك عشان ما تكملش، مش عايز يشوفك ناجح. فتيجي تشارك معاه فكرة يقولك إيه يا عم الهبل ده، دي فكرة عبيطة عمرها ما هتنجح، ويقعد يتريق عليك عشان تحس إن فكرتك ملهاش لازمة. فلو أنت صدقت كل رأي فيك، مش هتمشي خطوة واحدة، وهتعيش تعيس طول حياتك مصدق الآراء دي مع إنها مش صح. كمان فكرة امشي زي ما الناس ماشية، الفكرة دي أول ما تثبت في دماغك هتبقى مهزوز، مش عارف تجرب الفكرة اللي انت حاببها لمجرد إن غيرك شايفها مش مضمونة، فتفضل محجم نفسك، لكن مهاراتك مش بتستغلها، وتعيش مش مبسوط لأن جواك فكرة حاببها بس خايف تجربها، وعايش طريقة حياة مش عايز تعيشها، وحاسس إن المكان اللي انت فيه مش مكانك أصلا، فتعيش مهزوز فاقد الثقة في قدراتك وبتحاول تكون زي باقي الناس. كل الأفكار والمعتقدات القديمة دي محتاجة تتغير، وتبدأ تقعد مع ناس ناجحة دماغها متفتحة أكتر، تفكيرها إيجابي أكتر. هتلاقي الحياة نورت وبقى عندك أمل وتفاؤل غير طبيعي، هتحس إنك حابب وجودك معاهم، هتلاقي نفسك بتسعى وتكمل وإنت عايش مرتاح ومبسوط. طب إزاي تبني ثقتك بنفسك؟ عود نفسك إنك لما تقول هعمل كذا تعمله فعلا. حدد أهداف صغيرة واقعية واستمر عليها، هتلاقي ثقتك بتزيد واحدة واحدة لأنك قلت أنا هعمل كذا وفعلا عملته. كمان لما تركز على أهداف صغيرة هتلاقي حياتك بتترتب واحدة واحدة، وقادر بعد كده تحقق أهداف أكبر. حاجة تانية، حاول تتكلم بشكل أبطأ. لما تتكلم بسرعة كأن حد بيجري وراك، بتدي رسالة للي قدامك إن أنت بتقول كلام وخلاص. فخليك شخص هادي، خد وقتك، محدش بيجري وراك. كمان أنت أكيد هتحس براحة وتنبسط أكتر لما تاخد وقتك في الكلام، هتكون عارف تعبر عن نفسك كويس. حاجة كمان هي إنك تخرج وتشوف ناس جديدة، تخرج أماكن جديدة، ده هيقلل عندك رهبة إن يكون حواليك ناس. شارك شغلك، شارك رأيك، شارك أفكارك. كل ما تعود نفسك إنك تمام ومرتاح لما تكون العيون عليك، كل ما ثقتك هتعلى أكتر. كمان اعمل الحاجة اللي بتحس بشوية خوف لما تفكر تجربها، حاجات بسيطة. قدم مثلا presentation، شارك في عمل تطوعي، اتكلم مع ناس أول مرة تشوفهم. يعني كده كلنا عندنا حاجة بنتوتر منها، بس لما تتعود تتكلم، تتعود تبقى متشاف، حتى لو كنت حاسس بالتوتر في الأول، واحدة واحدة بيبدأ التوتر ده يقل، وتبدأ ثقتك بنفسك تزيد.
برضه خليك في دايرة الناس اللي تفكيرها إيجابي والناس الطموحة اللي تشجعك تتطور، تكمل، تشارك شغلك. هتحس إنهم بيدعموك بجد. يعني ببساطة البيئة اللي حواليك والناس اللي بتقضي وقتك معاهم هيفرقوا جدا، ومن غير ما تحس هتلاقيك واثق أكتر وأكتر من نفسك، وهتحس إنك بدأت تقدر قيمتك وإنك تقدر تعيش مرتاح على طبيعتك وتقدر توصل للي عايز تحققه. حرفيا حياتك هتنور، بس اخرج انت بس من القوقعة اللي انت حابس نفسك فيها دي. ازاي تحافظ على ثقتك حتى في المواقف واللحظات الصعبة؟ لازم ما تربطش قيمتك أو استحقاقيتك باللحظات اللي حسيت فيها إحساس الفشل أو إن الدنيا ملخبطة ومش ظابطة معاك. مفيش أي حاجة من دول معناها إنك مش كفاية. ركز على اللي تقدر تتعلمه، ركز على اللي تقدر تتحكم فيه، ركز على اللي انت اتعلمته من الموقف ده. أصل دايما في حكمة من أي حاجة بتحصل لنا، حتى لو الدنيا ما ظبطتش معاك من أول مرة حاول تاني. ثقتك بنفسك ساعات ممكن تتهز بالمواقف الصعبة أو اللحظات اللي تحس إن كل الدنيا اتقفلت في وشك. كلنا بشر وكلنا بيعدي علينا اللحظات دي، بس اللي يفرق بجد انت تتصرف ازاي بعدها. كل اللي مطلوب منك انك تعمل اللي تقدر عليه وتركز على اللي تقدر تتحكم فيه. هي دي الطريقة اللي تحافظ بيها على ثقتك بجد. كمان عشان تفضل محافظ على الثقة دي لازم تغير العادات اللي بتشدك لورا وتبني عادات جديدة تخليك تعيش أحسن. كمان ابعد عن الناس اللي كل كلامهم مليان طاقة سلبية وأفكار تكرهك في الحياة، وخليك وسط ناس نظرتهم إيجابية شايفين الحياة من منظور إيجابي، بيجربوا ويحاولوا وبيسعوا ناحية هدفهم وهم متفائلين. كمان اشتغل على نفسك وطور مهاراتك كل يوم. كل ما بتشتغل على حاجة أكتر كل ما ثقتك بتزيد وانت بتعملها. كمان حافظ على صحتك وقواتك وما تهدرهمش على الفاضي. يعني باختصار العادات الصحية دي هي اللي تخليك تبني ثقتك أكتر وأكتر. أما أسلوب الحياة اللي مش بتهتم فيه بصحتك ولا طاقتك ولا بتسعى إنك تبقى أحسن وتضيع وقتك هيرجعك تاني لشخصيتك المهزوزة. ثقتك بنفسك وإحساسك إنك تستاهل كل الخير وتستاهل توصل لأهدافك هيسهل عليك حاجات كتير، لأنك هتبدأ فعلا كل اللي حابب تعمله وهتكون واثق في قدراتك وواثق في قيمة نفسك. هتتعامل فعلا بطريقة مختلفة، هتاخد قراراتك من منظور إيجابي، هتشوف الحياة من منظور تاني خالص. هتبطل تاخد جنب وتداري نفسك وتاخد مساحتك أكتر في الحياة. كل اللي عليك إنك تبدأ بأبسط العادات، إنك تبني نفسك واحدة واحدة وتصدق فعلا إنك تستاهل كل الخير مهما كانت المرحلة اللي انت فيها.